بننط بس لسنه 85، وايه القصه وايه علاقه ياسر علي ماهر ما هو بالموضوع؟ انا كده كان معروف وقتها عندي ان انا بحب دايما كلمه وجوه جديده، وجوه جديده في التمثيل والتاليف وحتى المزيكا اي حاجه. ودي استفدتها برضو من استاذي نور الدمرداش. لو تلاحظوا يعني هو جاب عبد الله غيث، كان وقتها ممثل في مسرح قومي بس ما كانش نجم، كان عطاله بطوله هارب من الايام. وكان بيجيب صلاح السعداني مثلا يديله بطوله في لا تطفئ الشمس سنة 65، نقطة الشمس الأولانية يعني. فكان الحكاية دي استفدتها منه ليه بقى؟ لأن الدراما التلفزيونية أنت كل يوم الناس بتتفرج، فلازم تجدد الرؤية للمشاهد. وحتى في التأليف برضه يعني بص، لأني تعاملت مع مؤلفين كتير جدا بالنسبة للدراما التلفزيونية، وفي المزيكا، وفي تأليف الأغاني العناوين.